السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبابي خياتي، وش راكم؟ عواشركم مباركة إن شاء الله. أو قريب رمضان، رانا في النص من شعبان إن شاء الله. ربي اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. جبت لكم اليوم وصفة خفيفة ظريفة اقتصادية كالعادة، هو الخبز التركي. والخبز التركي هذا أسهل حاجة ديروها في الدار وبنينة. هنا درت الفارينة، كل واحد يدير الكمية على حساب أفراد العائلة ديالو. الفارينة، ملح، غرفة ملح شوية يا ربي ماشي مغرفة ملح الملح على حساب عينك ميزانك، مغرفة سكر، وربع كاس تاع زيت، ومغرفة ماء تاع الماكلة تاع خميرة الخبز. كيما راكم تشوفوا الزيت لهنا غير شوية في الكاس، ربع تاع الكاس، مغرفة خميرة، مغرفة سكر، ومغرفة نص مغرفة تاع ملح. انا لهنا درتها في 4 كيسان فارينة، ربع كاس تاع زيت. خلط مليح بيدي كيما راكم تشوفوا. سمحولي راني شاده بيد كالعاده ونفيلمي بيد على بها راهي ترعش يدي، الله غالب. كيما راكم تشوفوا هكذايا نخلط مليح هاد المكونات اللي درتهم النواشف كامل. ومن بعد نزيد نرمي الحليب دافي ماشي بارد. الحليب انا خلطت معاه شويه ماء. ونبدا نخلط هكذا العجينه ديالي، نرمي غير بالعقل هذاك الحليب. سمحولي لهنا الصوره ماهيش باينه بزاف مليح. بعد ما نخلطها ونعجنها مليح، عجنوها مليح في لا طابل دو طرافاي تاعكم. ولهنا راني درتها لهنا كويرات، جابتني 4 كويرات، 4 خبزات لهنا جاتني، الله يبارك ما شاء الله. نحطها في اليان تاعي ونغطيها ونخليها ترتاح. من جهه واحده اخرى جبت لكم الطريقه تاعي تاع لا شابلور، اسهل طريقه. كي يبقى لك الخبز، هذاك الخبز دايما حنا يبقى لنا ما نرموش، قطعيه فتات هكذا، فتيه ورميه في الكوشه. قسمه يشد روحه مليح، يطيب مليح في الكوشه، ما تخليهش يحمر ماشي يصفر، يقعد مليح يشد روحه مليح، ما يقعد تخليهش هكذاك برك في سنيوات الناموس يحط عليه والغبار يحط عليه. ولهنا جوزته في البلاندير ديالي وصيرته في الصيار. شوفوا كاش جا، الله يبارك معقش، الله يبارك عليه. وجدتو رمضان ان شاء الله نديرو به خبزة الباي، ولا نديرو به هكذا الماكله اللي نطيبوها بلا شابليغ. لهنا العجينه ديالي راهي خمرت لي، شوفوا كاش جات، الله يبارك. لهنا وجدت الحليب والجلجلان. لهنا الجلجلان انا جوزته شويه في النار، حمصته غير شويه، ومن الاحسن ما تحمريش باسكو رايح يتقلى هو يعني. درت لهنا بعد ما خمرت لي العجينه ديالي، رميت شويه فرينه لهنا في الطابل دو طرافاي ديالي، ونبدا نحل بالخبزه. لهنا الخبزه اللي نحلها بالحلال. ما ديريهاش رقيقه بزاف وماشي. لهنا انا قطعتها عشوائي هكذا يعني، ماشي ما جاتنيش سوا على 4. ومن بعد من جهه واحده اخرى في الطرشون كبيره تاني رمديها شويه بالفرينه، وديري فيها العجينه ديالك، هادو الخبيزات ديالك. لهنا رمديها دخليها في الحليب، ومن بعد في الجلجلان، ومن بعد حطيها كوتي تخمر. بعد ما خمرت لي لهنا درتهم خبيزات مدورين، والاخرين درتهم مثلثات. بعد ما تخمر لك تمتم تخمر مع الكوزينه سخونه، ما تشدش كامل الوقت. بدا يقليهم، ديري مقله تاع الزيت وبدا طيبيهم على نار ماشي قويه بزاف باش يطيبوا لك لداخل. شوفوا كيف جاوني ما شاء الله. هذه الوصفه والله العظيم يا البنات للحسنه، ديروها. واللي تحب ديرها في لاشين تاعها ديرها بسماح. انا مانيش حساده، ما نحسد حتى واحد، ماذا بيا انايا للحسنه، ماشي كيما بعض القنوات ما يحبوش كي تدير من عندهم حاجه. هي هذا هو الغايه تاعنا، باش هذه ترفد على هذه. شوفوا كاش جانا، الله يبارك، جاني ما شاء الله. تقولي خبز تركي تاع الصح، ما عندي ما نحكي لك. انا كنت طيبت شريبه وكليتو كي درنا المغرب هكذاك مع شريبه، يعني ما شاء الله والله العظيم غير بنا ما شاء الله. هذه هي الوصفه ديالي تاع اليوم، ووجدوها في رمضان هكذا. كي ما ديروش الخبز الدار ولا الكسرة، ولا ديروا هذا ساهل يطيب لكم بالخف، اخر دقيقه ويجي سخون، تقدروا تسحروا به، تقدروا تاكلوه بالتمر والحليب. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ونتمنى ان شاء الله اذا عجبتكم دوها وحطوها في القناه تاعكم من السماح من كل قلبي. هذه هي وصفتنا اليوم يا البنات، وربي يجازيكم، وربي يحقق لكم اللي في بالكم مع هذا الصيام اللي رانا نصومو. دعاء مقبول ان شاء الله، ويحقق لنا امنياتنا، ويستر لنا وليداتنا، ويشافينا ويشافي وليداتنا،
ويشافي أمة محمد، وإن شاء الله ربي بلادنا ربي يسترها ويهنينا ويهني أمة محمد والأمة الإسلامية. ومع السلامة، والوصفة الجاية إن شاء الله، وبقاو على خير.